مقابل هدفين. الهدف الأول للعين جاء من رأسية دوغلاس، ثم جاء الهدف الثاني في نفس الشوط الأول عن طريق المحترف الآخر كايو لوكاس من تسديدة من خارج منطقة 18. وفي الشوط الثاني أضاف العين الهدف الثالث بعد عرضية أخطأ فيها لاعب حتى ومدافع خميس العماني الذي سجل بالخطأ في مرماه. ثم جاء الهدف الأول ومن أول لمسة للبديل عيسى عبيد الذي سجل الهدف الأول لفريق حتى بعد تسديدة قوية في مرمى حارس العين خالد عيسى. وفي الوقت بدل الضايع ومن ضربة جزاء تسبب فيها الكوري لمصلحة فريقه حتى تقدم بها صامويل روزا من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.